من المميزات الجميلة وانت بتتعلم اي لغة جديدة في صعوبتها نفسها هي النطق اللي في الأول الكلام أو النطق وانت بتتعلم اللغة الجديدة دي. يعني هديك مثال، انت لو بتتعلم لغة ألمانية، فاللغة الألمانية من اللغات الصعبة جدا في الأكسنت بتاعها، عكس اللغات زي اللغة الأسبانية أو الإيطالية من الأكسنت بتاعها بيبقى سهل. فانت في اللغة الألمانية بتحس ان انت بتستصعب الكلام في الأول، دي المشكلة، ان انت لما بتبدأ لغة جديدة عقلك الباطن ما بيكونش مستوعب ان انت دي لغة جديدة، فانت لازم تبدأ وتتعلم ان في بداية امر ان انت بتتعلم ايه لغة جديدة ان هي هتبقى صعبة في الأول. يعني لازم تعرف دي، ان انت بداية اي لغة جديدة لازم يكون الاكسنت بتاع اي لغة عكس لغتك الام اللي انت دايما بتتكلم بيها، لازم تبقى صعبة. يعني ما ينفعش ان انت تجيب واحد اجنبي وتقول له خد يتعلم اللغه العربيه، من الصعب جدا ان هو في بدايه الامر بيبقى الحاجه دي بالنسبه له صعبه. فانت بالذات كمان انت لما بتيجي تتعلم لغه ما تكونش لغتك الام، بتبقى لازم تتعلم ولازم تعرف الاكسنت بتاعها ولازم تعرف الجرامر بتاعها ولازم تعرف كل حاجه جديده. انا بستغرب جدا لما بيجي واحد يقول ان انا عايز اتعلم لغه جديده وهي ما تكونش لغته الام. يعني ما ينفعش اجنبي يقول ان انا عايز اتعلم اللغه العربيه وفي يوم وليله هيتعلمها. يعني انا لما اتعلمت الالمانيه، يعني اللغه الالمانيه اول حاجه اتعلمتها، بعد كده اتعلمت الاسبانيه، وحاليا انا بتعلم اللغه الفرنسيه، واتعلمت اللغه الانجليزي كذلك. الانجليزي كان من الحاجات الصعبه جدا في بدايه الامر وانا بتعلمها. فانت اول حاجه لازم تعرفها في بدايه اي حاجه انت بتتعلمها لازم تكون صعبه. يعني ما ينفعش ان انت تقول ان انا عايز اتعلم لغه وفي يوم وليله اكون اتعلمتها، لا، هتاخد معاك شوط كبير جدا، بالذات اللغه الالمانيه، لان اللغه الالمانيه من اللغات اللي بتبقى صعبه جدا جدا في نطقها، جدا جدا جدا. يعني انت لو جبت بحاجه زي قناه او زي ايزي، قناه ايه يا ربي، ايزي جيرماني، لو سمعت الاكسنت بتاع اللغه العاميه بتاع اللغه الالمانيه بيبقى صعب جدا، كذلك الجرامر بتاعها بيبقى صعب جدا جدا جدا. انا هنا مش بقول لك ان اللغه من الحاجات الصعبه ان انت ممكن تتعلمها، اي حد ممكن يتعلم لغه. اللي خلى واحد واثنين وثلاثه يتعلموا لغه، انت كمان قادر ان انت تتعلم واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه 10 لغات. ولكن هي الفكره فكره ان انت ما تستصعبش اللغه وانت بتتعلمها، لانك لو استصعبت اللغه، يعني مش عايز اقول لك ان انت هتعاني جدا جدا وانت بتتعلم، هتحس ان انت يعني مش قادر تكمل، انت حاسس ان انت بتتنافس مع اللغة دي. لا، اتعلم ويكون ايزي خالص، حاجة تكون بالنسبة لك حاجة انت بتستمتع وانت بتعملها. ده شيء اساسي جدا وانت بتتعلم ايه لغة، حاسس ان انت مش حاطط عبء على نفسك، لا، ان انا بتعلم حاجة دي انا حاببها، انا حابب ان انا اتعلم اللغه دي، عايز اعرف الثقافه بتاعت اللغه دي، عايز ان انا اعرف العادات والتقاليد بتاعت اللغه دي. ما انت لما بتتعلم لغه بتغوص في كل حاجه في اللغه دي، يعني لازم تعرف اساسيات اللغه دي، ولازم تعرف اساس البلد اللي انت بتتعلم منها اللغه دي، ولازم تتعرف على التقاليد والعادات بتاعت اللغه دي، او كمان البلد دي بتتكلم ازاي والعادات والتقاليد بتاعها ازاي. وعكس كده ان انت بتستمتع وانت بتعمل الحاجه دي، عكس وانت بتعمل الحاجه دي غصب عنك. يعني انت بتعمل الحاجه دي وانت مجبور عليها. انا لما بعمل الحاجه دي، تعليم اللغات ده، انا مش مجبور اصلا، دي مش مجالي، او دي مش الكارير شيفت اللي انا بعمل فيه الحاجه دي. يعني مش ملهاش متطلبات ان انا مجبور ان انا اعملها، لا، دي حاجه انا مستمتع وانا بعملها. فانت لازم تعرف وانت بتتعلم اي لغه جديده ان هي تكون بالنسبه لك الحاجه اللي انت بتستمتع بيها، مش الحاجه اللي انت مجبور بيها، لانك لو عملت الحاجه وانت مجبور عليها ايا كان في حياتك مش هتستمتع وانت بتعملها. دايما وانت بتعمل الحاجه دي بتكون هاف فن بالنسبه لك، ان انت بتبقى حاجه لذيذه وانت بتعملها، لانك لو ابدعت فيها وانت بتحبها اعرف ان انت هتوصل لحاجه كويسه في الاخر. عشان كده وانا بعمل الفيديوز او ان انا بتعلم لغه جديده، الحاجه دي انا بحبها، عشان كده انا بتقن حتى لو مش هي بعملها 100% 100% 100%، لا، انا مستمتع وانا بعملها. فدايما وانت بتعمل الحاجه حاول انت تستمتع بيها وتغوص الفكره هنا ان انت لازم تستمتع بالحاجه اللي انت بتعملها، لازم تكون مستمتع يعني دايما تديها كل طاقتك. لو انت بتحب الحاجه دي هتديها كل طاقتك وكل اهتمامك. حاول وانت بتعمل حاجه في تعليم اللغات بالذات لازم تكون مستمتع. دي كانت نصيحتي ليك وانت بتبدا اي لغه جديده، بالذات اللغه الالمانيه. اشوفك على خير، السلام عليكم.